اليوم التاني في رحلتي مع وليد من الصفر لبراند ناجح بإذن الله. النهارده بدأ الجد. أول حاجة اشتغلنا عليها مين الجمهور اللي هنستهدفه، النيش اللي هنبدأ بيه. السوق مليان منتجات وأسواق أكتر وفئات أكتر، فبدأنا نمسكها واحدة واحدة، السوق الإماراتي، السعودي، المصري، الأمريكي. وبعد ما حللنا كويس قررنا نبدأ من السوق الإماراتي، خصوصا إن وليد عنده خبرة فيه قبل كده. وبعد ما قسمنا الفئات قررنا نستهدف السيدات المواطنات، وجاء وقت اختيار النيش، ودي كانت أصعب نقطة. ولحظة اتخاذ القرار هنسيبه دلوقتي، هنطلع بره، المفروض ان هو هيختار النيش اللي هنبدأ عليه. ساعدوني في انتظار. لأن في البداية دايما بتسأل نفسك ايه اللي هيكسبني أسرع، بس الحقيقة كلها بتكسب. الفكرة انك تركز في واحدة وتبقى اجمد واحد فيها. واخيرا اخترنا النيش، وبكده الرؤية تكون وضحت وهنقدر نعمل الريسيرش ونحط الاهداف ونتوكل على الله. كله تمام؟ كله مية. وبكده في اليوم الثاني كنا اخترنا النيش اللي هنشتغل عليه، والتارجت اودينس والجمهور المستهدف، والبلد اللي هنبدأ عليها. وعايز تضيف حاجة؟ دي هتبقى اول خطوه للنجاح باذن الله. وفي حاجه الناس عارفينها من البدايه انت مش عارفها، يعني برضه لازم نوريها. جابت لها مفاجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان انا هخش بانفستنج معاك 1000 درهم اول لما نبدا اعلانات ان شاء الله. ان شاء الله هانفست معاك ب 1000 درهم، ولكن بعد لما تبدا ان شاء الله تبدا تجهز كل التجهيزات دي، وانا داخل معاك قلبا وقالبا ان شاء الله عشان نوصل لاحسن نتيجه ممكنه. وكده نكون خلصنا اليوم الثاني. لو مكمل معانا اعمل فولو، وطبعا كيب ريت.